الفيديوهات اللي من النوعية دي انتشرت جدًا، جدًا الأيام اللي فاتت. معظم السيدات من دول معيّنة أو من معظم الدول تقريبًا بقت بتطلع إن هي تجيب مَيّة تحط عليها مواد صابون زي الصابون كده أو بتاعة تنضيف الأرضيات بألوان مختلفة، ومعظمهم بيبقى حاطط الألوان وعامل الصابون ده في البيت، ويبتدوا إن هُم يغسلوا الأرض ويدعكوها وينضفوها بالمقشة زي ما إحنا شايفين بالمنظر دوّة. كمية صابون كبيرة جدًا، كمية مَيّة كبيرة جدًا، أرضيات فاضية ما فيهاش أي حاجة ومساحات واسعة، ويبتدوا يمسحوها أو ينضفوا الأرضية بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. الفيديوهات دي منتشرة بكمية رهيبة جدا، ناس كتير جدا جدا معتمدة الروتين دوت أو المحتوى دوت في الفيديوهات. والفكرة كمان ان هو جايب مشاهدات بنسبة عالية جدا جدا جدا. يعني الفيديو اللي احنا بنتفرج عليه دوت انا شفته نزل على اكتر من صفحة معدي ال5 و6 مليون مشاهدة. دي بالنسبة لي أنا رياضة أنا عندي شوية صابون وعندي مساحة واسعة وعندي وقت فراغ وعايزة أعمل مجهود، أبتدي بقى كده أجيب الممسحة وأجيب المقشة وأجيب الشرشوبة وأبتدي أرمي المية وترجع تاني وأزقها وترجع تاني، ما ملهاش حل تاني غير كده إن هي رياضة. لأن الفكرة صعبة جدا، المية هي بتلمها بصوا وبترجع للناحية التانية بنفس الطريقة وترجع تلمها تاني، ترجع تروح مكان تاني تعمل نفس الكلام تاني. فمجهود رهيب جدًا، فاستحالة يكون ده أسلوب أو طريقة تنضيف فعلًا حقيقية أو روتين حقيقي للناس ده، يعني ليهم بجد، للناس دي إن هي بتعمله بجد. خلاص خلّصت الدنيا برّه وعملت المكان اللي قدّام البيت زي ما إحنا شايفين برافو، دخلت بقى الأوض نفس الكلام، نفس المَيّة حتى لو قلنا إن هي بكمية قليلة ولكن مجهود صعب جدًا، ويفضلوا يجروا ورا المَيّة من هنا، يلموها من هنا تروح هنا، يلموها من هنا تروح هنا، فده أنا بالنسبة لي رياضة، هُم عايزين يخسّوا كل يوم بقى من النهارده دايت ورياضة ورياضة ودايت. ما لهاش حل تاني، وفعلًا إحنا بنحب نتفرّج عليها. إيه الفكرة؟ إحنا محتاجين بقى دكتور نفساني يقول لنا إيه الفكرة أو الهدف إن إحنا نحب نتفرّج على الفيديوهات دي ونكمّل الفيديو للآخر ونشوف وصلوا لفين ولمّوا المَيّة ونجري بقى بعينينا وحوالين المَيّة. يعني المَيّة جات من الشمال راحت اليمين فإحنا معاها من الشمال اليمين. حقيقي فعلًا بقت إدمان، ناس كتير جدًا بقت مدمنة الفيديوهات دي، زي بالضبط فيديوهات تنضيف السجاد اللي هو بيبقى واصل لمرحلة من عدم النضافة كبيرة جدًا، جدًا. بُصّوا حتى بتستخدم رابسو عادي جدًا ومش مشكلة بقى العفش، ده محتواهم، ده مصدر رزق ليهم، بيجيب لهم views عالي جدًا، ولكن أكيد دي مش طريقة التنضيف الطبيعية. ده واحدة عايزة تخس وقالت يالّا بقى هوبا شرشوبة ومساحة ومقشة وابتدت تشتغل. وبيوت بسيطة جدًا، جدًا، جدًا ما شاء الله، بسيطة بس مساحتها واسعة، معظمهم دور أرضي وحواليهم خُضرة أو حواليهم مساحات أرض واسعة، وبيبتدوا يشتغلوا بنفس الطريقة اللي أنتم شايفينها كده، نفس المطبخ، نفس البيت، نفس الأرضية، حتى الأرضية هي مش واضح هي بلاط بتاعنا بتاع زمان اللي هُم بيقولوا عليه بلاط مزايكو ولا هي سيراميك ولا هي مش سيراميك عامةً ولا هي أسمنت، بس عامةً كلنا بنتفرج عليها وبتجيب views عالي جدًا، والسبب في دوّة إيه؟ إيه في نفسيتنا بيخلّينا نتفرج عليها ونبقى مستمتعين بالشكل ده فإحنا مش عارفين. فلو معانا حد خبير يقول لنا نفسيتنا بتوصلنا نتفرج على الفيديوهات دي بالكم ده ليه، يا ريت يقول لنا في الكومنتات.